النهاردة هوريكم أول صفحة بدأت عليها شغل ليا في مجال الجرافيك ديزاين. كانت من 2016 والحمد لله لغاية وقتنا هذا بشتغل عليها وبيجيلي شغل ومستمرة بإذن الله. وخد الفيديو ده على إنه ريفرنس تقدر من خلاله إنك تبدأ مجالك بجد، تقدر تعمل كرييت للبيج بتاعتك على فيسبوك، ومن خلال البورتفوليو بتاعك والاعلانات اللي هتعملها صدقني هتقدر توصل لعملاء بجد. وهوريكم فعلي دلوقتي الرسائل اللي بتيجي والعملاء اللي اتعمل ليهم شغل، وهوريكم كمان بعض اللوجوز اللي اتعملت ونزلت على الصفحة بتاعتنا. الصفحة بتاعتي اسمها كرييتيف ماركتنج ايجنسي، كان الاول اسمها حور ديزاين وبعد كده بقت كرييتيف ماركتنج ايجنسي عشان خاطر انا حبيت اتخصص اكتر في موضوع الماركتنج والاعلانات بشكل عام، وهنبقى نعمل كورسات برضو بشكل مبسط على القناة عندنا. دي البيج بتاعتي ودي بعض اللوجوز اللي اتعملت لناس بالفعل. دي لوجوز اتعملت تقريبا السنة اللي فاتت او السنة اللي قبلها. كل الكلام ده بالفعل دي شغل اتعمل لناس كتير، وبالظبط زي ما انتم شايفين كده ده التفاعل بتاع الناس على الصفحة. هننزل تاني ونشوف بعض الصور تاني، ممكن نخش على الريفيوز. الحمد لله ناس كتيرة شكرت في الموضوع دوت وناس كتيرة عجبها الشغل، وبدأت فعلا انتشر من خلال البيج دي. في النصيحة اللي عايز اقولها لك في الفيديو دوت انك اوعى تستقل بشغلك، واوعى تسترخص وتقول انا هعمل اللوجو ب50 جنيه وب30 جنيه والكلام اللي بنشوفه الايام دي. كل اللوجوهات اللي انت شايفها ديت بدأت معايا من اول 1000 جنيه. طبعا الحمد لله اللهم بارك في شغل كتير اتعمل زي ما انتم شايفين كده، وشغل البراندات كبيرة. لو عملتم سيرش على اي حد في دول هتلاقي ليهم شغل على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا. القصة كلها انك انت بتعرف ازاي تروح للكلاينت بتاعك، والكلاينت بتاعك لازم يكون عنده ثقة فيك انت. لازم تبقى عارف انك راجل بتعمل شغل مهم ومطلوب. اوعى تسترخص في شغلك واوعى تضيع تعبك على الارض. دي بعض الصور للوجوهات اللي تمت، لان انا كان اختصاصي في الاول لوجو ديزاين وكنت حابب الموضوع كتير جدا يعني. القصة كلها هوريكم كمان الاسعار. اقل بوست بينزل مثلا بيجيب لي اللي انتم شايفينه ده، الاتاتشز اللي انتم شايفينها دي. ممكن نخش على البيزنس سويت او نخش على الرسائل. طبعا هتلاقي ناس تقولك الاسعار غالية، مفيش لوجو ب30 جنيه، مفيش لوجو ب50 جنيه، مش عارف ايه. انتوا زي ما انت شايف البرايسنج بتاعتي. دي اول باكج عامل 1300 جنيه، بتتكون من تو كونسبتس للوجو، وبيقبل او بنقبل واحد فيهم كفاينل، ومعانا ايديت 3 مرات. طبعا انت بتحط الرولز دي عشان تقدر من خلالها توصل الباكج بتاعتك للراجل المختص في الموضوع ده، او الراجل او العميل اللي جاي لك علشان تبقى واضح معاه. طبعا بديله كل الكلام دوت، والدليفري بتاعه بياخد 3 ايام، والسعر بتاعه 1300 جنيه. عندنا باقة تانية بتتكون من 3 لوجوز، هنفتح بس المسج كاملة. الباقة التانية بتتكون من 3 لوجوز، طبعا بنقبل واحد فيهم. الايديت فري، بفتح له انليمتد ايديت براحتي وبديله كل الكلام دوت. وبنبدأ السعر من 2000 جنيه، والباقة التالتة بناخد كل الكلام ده والسعر بتاعها 4000 جنيه وبتتاخد في 5 ايام. طبعا نفس الرسالة هتلاقيني بعتها لكل الناس الا لو في اوفرز، والاوفر ساعات ما بتكونش قليلة يعني بتقل 500 جنيه مثلا. طبعا هتلاقي بقى ايه، في ناس بتسأل تقولك طب ممكن اللوجو ب200 جنيه، ممكن لوجو. طب ليه ما في ناس غيرك بتعمل لوجوهات يا عم ب50 جنيه وب70 جنيه؟ اللي هترد عليه تقول له والله روح اعمل عنده. انا مش هضيع وقتي ومجهودي والجهاز اللي صارف عليه دم قلبي عشان اقعد اعمل لوجو ب30 جنيه وب50 جنيه. طبعا الرسائل كل ما هتنزل هتلاقي رسائل، لاني انا كنت مهتم جدا بالموضوع ده. واهتميت جدا بالبلاتفورم بتاعتي، عملنا لوجوز كتيرة جدا، واشتغلت كمان في السوشيال ميديا ديزاينز. هتلاقي برضو على الصفحة هنا هتلاقي فيه سوشيال ميديا ديزاينز. من خلال البيج دي انا بدأت رحلتي ناحية الشغل. البيج دي انا عملت لها كرييت سنة 2016 او 2017. من 2017 ل 2018 خلال السنة دي انا كنت ستارت بعمل اول لوجو في حياتي.
كان ب 400 جنيه وقتها. واللوجو ده انا فاكره لغايه وقتنا هذا، اسمه احلم معايا. طبعا لو عملت سيرش على احلم معايا على الفيسبوك او كده، هتلاقي ليهم هم ناس بيعملوا خير وكده، وبيلموا تبرعات وحاجات زي كده. هتلاقي ليهم صفحة على البيج، على الفيسبوك قصدي، وهتلاقي ليهم شغل كتير جدا، وناس فعلا تستحق ان انت تساعدها، حتى لو بسعر او بتمن اللوجو بتاعك. طبعا عملنا اللوجوز، يعني عندك بريفكسيا دي انا عملته من فترة، عندك الاف او دي برضو جولين ده انا عملته من فترة. لا هتلاقي موضوع كتير جدا، اكويلا دي برضو عملته. يعني هتلاقي معظم الشغل بتاع اللوجو ديزاين، والحمد لله كنت من اوائل الناس، وما زلت من اوائل الناس في حتة اللوجو ديزاين، من ناحية الكرياتيفيتي ومن ناحية الاسعار ومن ناحية الشغل ومن ناحية الكلام ده كله. اشتغلنا حوالي اكتر من 2000 او 3000 لوجو اشتغلنا بيهم بالفعل، وربنا كرم الحمد لله، وبقيت في المكان اللي احنا فيها دي، وبدأت اطور في الموضوع دوت لغاية لما دخلت كمان في الماركتينج، وبقت الاساسي عندي دلوقتي هو التسويق، ومعانا ناس شغالة في الموضوع دوت. وكمان حتة اللوجو ديزاين والبراندنج بشكل عام اشتغلت عليه برضو، وان شاء الله في تطوير دايما. الغرض او الحاجة اللي انت تاخدها من الموضوع دوت، انك انت تقدر من دلوقتي انك تشتغل وتجيب شغل. كل اللي انت محتاجه بعض العتبات، او يعني الستبس اللي انت هتمشي عليها علشان خاطر تقدر توصل للكلاينت بتاعك. اولا هتعمل كرييت لبيج على فيسبوك وانستجرام، هتعمل لوجو كويس يكون بيوحي للفكرة بتاعتك او التخصص بتاعك، يعني كجرافيك ديزاينر وكده. وهتبدأ تنزل البورتفوليو بتاعك، وهتعمل اعلانات على فيسبوك كبداية، وتعمل بادجت اسبوعية 1000 جنيه 2000 جنيه على قد ما تقدر، وتختار حد مميز بيعمل اعلانات في الموضوع دوت، عشان تقدر تجيب بيه حجم الرسائل اللي انتم شفتوها لما فتحنا البيزنس سايت عندي هنا. فهتلاقي الموضوع ان شاء الله جاي معاك وهيظبط لك الدنيا جدا، وهتبدأ تجي لك شغل. والنصيحة التانية اللي عايز اقولها لك، انك كل كلاينت على حسب دنيته. يعني انا مش هيجيلي شركة زي مثلا شركة بتشتغل في البرمجيات وهديها لوجو ب1000 جنيه، ومش هيجيلي شخص فاتح محل في ايا كان المنطقة بتاعته عاملة ايه وهديله لوجو ب5000 جنيه. انت لازم تكون متوازن في الموضوع ده، لازم تختار العميل بتاعك صح. اني واحد اللي اقدر اقول له هديلك شغل كبير جدا بسعر فلاني، واني واحد اللي هقدر اقول له هديلك شغل اللي انت محتاجه بسعر قليل. ده عادي ومفيش اي مشكلة خالص. بس لما تيجي تتخصص وخلاص انت ضغط الشغل عليك كبير جدا، حاول تزود قيمة الشغل اللي انت بتقدمها علشان تاخد عائد او مبلغ اكبر من اللي انت كنت بتاخده. فان شاء الله يكون التوتوريال ده عجبك او الشرح ده عجبك. انا بس حبيت اشارك معاك حاجتي الشخصية لاول مرة بعملها على القناة عندي. وان شاء الله فيما بعد لو انت احتجت تفهم اي حاجة تخص التوتوريالز او تخص اللوجو ديزاين، او حابب تعرف ازاي تعمل تسويق، برضو هنعمل توتوريالز دي على القناة عندنا. وان شاء الله الدنيا بتاعتك تتظبط وتبقى ديزاينر رائع جدا، وهبقى متشرف جدا وهبقى بجد سعيد اني على الاقل لو اديت لك معلومة وانت عملت بيها ونجحت.